عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونة في المطبخ ودودة عالية على الفيس. ووصفتنا النهاردة هتكون المكرونة حاجة سريعة كده وخفيفة زي بتاعة المحلات بالظبط. بدل ما تعملي كشري لا، خليكي تعملي مكرونة زي بتاعة المطاعم. هنجيب تومة على النار ونحمرها زي ما انتم شايفين، وهننزل عليهم بعصير الطماطم اللي احنا مفرزينه. بصوا حاجة سهلة وبسيطة جدا. تجيبي كده كيس من الفريزر تعمليه على طول زي ما انا بعمل على طول. وهنحط عليها ملح وفلفل اسود وشويه صغيرين من الكزبره. عايزين تحمروها بالبصله اوكي، عايزين تحمروها بالثومه برضو اوكي زي ما انتم شايفين كده. بس الصلصه هنخليها خفيفه شويه مش تقيله زي المكرونه العاديه. وهنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الخل. حطينا ملح وتوم وشويه شطه وشويه كزبره صغيرين وشويه كمون برضو صغيرين، ونزلنا عليهم بالخل، ونزلت عليهم بشويه ميه صغيرين خالص. وادي الجمال زي ما انتم شايفين كده. بتاكلوا في محل بره ولا الدقة وجمالها، بجد هتدعولي. وبرده ملح وشوية كزبرة صغيرين وشوية شطة وشوية بابريكا وشوية توم، وهنحط عليها المية بس. هي دي الدقة، دي الدقة يا جماعة اللي المحلات بتعملها من بره. ما بتعملهاش بطماطم، بتعملها زي ما بوريكم كده بالظبط. انا بنشتري من بره وعارفة. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ كمية ونحطها في ازازة من انتوا شايفين كده. هو بقى يحط الازازة كده قدام منك على الترابيزة. بصوا الجمال، خطيرة بجد. وادي الصلصة بتاعتنا. بصوا مش تقيلة قوي زي بتاعت المحلات. برضو لما يحط لك طبق كده فيه الصلصة بتاعته. وطبعا حلة على النار بنسلق المكرونة، حطينا شوية زيت صغيرين ومعلقتين ملح. والمكرونة حطيت مكرونة سباكيتي كده، وحطيت مكرونة صغيرة، وحطيت مكرونة تانية صغيرة بس أكبر شوية. عايزين تعملوها بنوع واحد اعملوا، بنوعين بيعملوا، بتلاتة اعملوا، براحتكم. أنا قلت الحاجات دي كلها كانت باقية عندي قلت أعملها. عايزين بقى تحمروا بصل وتحطوه فوق منها مفيش مشكله، بس انا ما حمرتش بصل بصراحه. وبعد ما طلعتها وشطفتها كده نص شطفه، حطيت عليها معلقتين زيت وقلبتها زي ما انتم شايفين. بصوا مفرفره ازاي، خطيره بجد يا جماعه والله هتدعولي. بصوا حطوا بقى معلقتين الصلصه، حطوا بقى من الدقه ديت، وحطوا بقى الخل، وكل يا باشا. حاجه كده عظمه. ايه رايكم؟ حاجه سريعه كده. ودي كانت وصفتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.